السلام عليكم. الآن الحصان يعتبر من أجمل الأشياء اللي ممكن يرسمها الرسام أو يتغنى فيها الشاعر أو طريقة رسمه مثل ما قلنا قبل مقاطع سابقة اللي هو بالنقاط. وباعتقادي أن رسمه برضه من أسهل الأشياء اللي ممكن نرسمها. أخذنا ذاك اليوم في مقطع أخذنا كيفية رسمه وهو واقف كذا وقفة عادية، وفي مقطع وهو واقف على رجوله، ومقطع من الخلف اللي هي دوائر أسويها الآن بعدة أشكال للفائدة. وأتوقع طبعا الرسام من السهل إنه بيطبق، حتى الغير رسام من السهل إنه يرسم دائرة بالشكل هذا. ودائرة طبعا يتخيل قبل يرسم يتخيل شكل الحصان وهو واقف على رجوله، بيكون بطن من هنا بيكون بطن من هنا، يسوي دائرة للبطن. الدائرة الأخيرة اللي هي حقت الظهر، طبعا هو شلون بيكون شبه مقابل نوعا ما. هذه دائرة الظهر تكون راجعة شوي على وراء. وانت ترسم طبعا لازم ترسم قلم رصاص افضل، يكون باهت اساس تمسحها. الدوائر هذه استمر بالدوائر لين تضبط معك الدائره، لانها بيغطيها اللون وبتمسحها. طبعا هذا الان هو جسم الخيل بالشكل هذا. تجي القوائم، الرقبه شلون ترسمها؟ في بروز الصدر في عده اشكال، ممكن يكون لف وجه عندنا مثلا، هذا راس، هذا دائره الراس، وهذا الرقبة من هنا يكون لف جايه من فوق. هذه دائرة الرأس، الأذان هنا، العيون هنا، شبه مستطيل نوعا ما اللي هو الأنف. تسوي الشكل العام، بعدين تبدأ تدخل بالتفاصيل عاد. العيون مثلا من هنا تضبط تفاصيل العيون، الفم، الحنك شوي بارز من هنا ومن هنا. الأشياء هذه ممكن تتعدل بالظل والنور أو باللون. هنا يجي الشعر طبعا يكون طالع من هنا، خلاص يروح يختفي من وراء بعد نشوفه. هذه الرقبة الملتفة مثلا من هنا. بروز الصدر هذا يطلع منها القائم الأمامي، القائم الأمامي الثاني اللي هو هنا، اللي هو المفصل، بعدين نازل. هذا المفصل حق تجي من تحت الساق. الحافر إذا كان واقف على رجوله يفترض أنه يكون راجع على وراء بالشكل هذا. هذا الحافر الثاني. نجي الآن الجسم نازل. هذا الرقبة، وفيه بروز شوي للصدر، كأن الرأس شوي صغير هنا. عموما يكون فيه الرقبة جاي فيه التفاف الرقبة بالشكل هذا. عضلة الصدر من هنا، عضلة الصدر الثانية. يجي الآن القائم الخلفي، طبعا بيبدأ من هنا، والقائم الثاني بالشكل هذا. الذيل يكون بالشكل هذا. الآن هذه الحافر هذا مرفوع شوي وملتف على وراء. لنفرض أنه بيكون مثلا وجهه ملتف للجهة الثانية مثلا، تخلي الرقبة بالشكل هذا، قوسين جنب بعض. وهذه دائرة الرأس، الأذن اليمين، الأذن اليسار، العين، وهذا الرأس. طبعا هو ملتف منك ما نشوف رأسه الآن. يجي وهذه عضلة الرقبة من هنا، هذا الشعر الرقبة بالشكل هذا. التفاصيل ما تبين لأنه معطينا تقريبا معطينا ملتف مع الجهة الثانية. يصير فيه نزول هنا بسيط بالنسبة للفم من تحت.
الأذن الثانية ما يطلع منها إلا شيء بسيط بحكم أنه ملتفت وما خلاص مختفي ورا الرقبة أو الرأس. الرقبة تكون لافة شوي من هنا، وهذه الشعر الرقبة هنا. عموما هذا بشكل سريع، ودائما البدايات تكون كذا فيها أخطاء هنا وهنا، وتتعدل أثناء اللي يسمونه التشطيب. الذيل يكون مرتفع شوي ويبدو لي راجع كذا داخل بين الرجلين. يعني في كذا وضعية للرأس. طبعا أحيانا يكون الرأس مرتفع، مثلا هذا الصدر، أحيانا يكون الرأس أو الرقبة جاية فوق كذا، تبدأ من هنا، وهذا دائرة الرأس، أذان هنا، ورافع رأسه فوق. طبعا ما راح تبين هنا مع الخميط هذا، لكن أقصد أنها يكون له عدة أشكال، يعني كذا وضعية أقصد، ما هو شكل. وباختصار اللي هو دائرة الصدر والرقبة تكون بالشكل هذا، من هنا تبدأ عاد على حسب وضعية الالتفاتة، هل نزول الرأس مثلا التفاتة على اليمين مثلا من هنا، وهكذا. وبعدين عاد تبدأ بدائرة البطن ودائرة الظهر، توصل بينهم. هذا بشكل تقريبا الشكل التأسيسي لرسم الحصان.